مرحبا، صباح الخير عليكم اصدقائي، ان شاء الله تكونوا بخير. ما عليكم كفشت تستوون قاعد النوم. حبيت اشارككم هذه الفرحه اللي انا بيها. اخذت بيت جديد وحبيت اصور لكم بيتي بكل تفاصيله، لان انتم مثل عائلتي الثانيه، واسف عن الانقطاع، ولكن وعد راجع لكم وراجع بقوه، وان شاء الله جاي فيديوهات جديده وافكار جديده. اللي ما يعرفني، انا اسمي انور الساري، عراقي مقيم بالسويد، جنوب السويد، وجايكم بفيديوهات تخبل. انتم بس اشتركوا وفعلوا الجرس وخلوا لايك على الفيديو وخلوا تعليقات حتى تكبر القناة ونكبر ونصير عائلة كبيرة، وجايكم بمحتوى كلش حلو. صراحة أنا تحبونه وأنا أعرف إنه أنتم شو تحبون، فلذلك إنه أنا جاي أشتغل على الموضوع. تحياتي لكم وتعالوا خلنا نراويكم البيت. مساء الخير عليكم. مثل ما تعرفون البارحة قلت لكم عندي مفاجأة لكم، وهي مفاجأتي لكم هو بيتي الجديد، بيت العمر، شقة العمر. اللهم صل على محمد وعلى خلينا نطب اليمنى مثل ما يقولون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا بيتي الجديد وهو بيت العمر. طبعا نزلت الغراض، كنت مضطر انه انزل الغراض وما لحقت اصور. طبعا هذه غرفة المنام، الشقة الجديدة، انه انا اول شخص اسكن بالشقة. تمام، هذه الغرفة عندكم، هذا الكليدور. تمام، هذا الحمام، هذا الحمام. تمام، وهذا المطبخ ما شاء الله. طبعا هذا اشتغلت. هذا المطبخ اللي هو اجمل شيء بالنسبه لي حقيقه، يعني بالرغم انه الحمد لله الشقه كلش حلوه وكلش جديده، بس انا اكثر شيء مفرحني بالمطبخ انه المطبخ كبير، الطباخ حلوه، واسع، غساله ماكينه ايضا، غساله مواعين موجوده ايضا. تمام، المطبخ كلش حلو. راح اسوي فيه فقرات كلش هوايه، راح يرجع انور الساري للطبخ. هذا المطبخ، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم لك الحمد والشكر. الاوفن، الميكرو، الثلاجة. تمام، كل شيء، خزانات كلش هواي بي وما اخلي غراض. هذا المطبخ طبعا هاي كلها كراتين المطبخ فقط، هاي بس شغلات المطبخ. اوكي، عندي حديقة، شقتي ارضية، حديقة خاصة بي موجودة هنا، بعدين اراكم اياها. عندي هذه غرفة مثل المخزن صغيرون مال ملابس او اشياء. اجيبكم وياي المكان راحتي ومكان السنابات واكثر تصوير، والفيديوهات اللي اصورها وانا اغني اكيد هي بالصالة البادرة. عذرا طبعا ما قادر احكي من كثر الفرحة، حقيقة شعور لا يوصف. هذا هو بيت العمر وبيت الاستقرار وبيتي الدائم، ما دام الله مطيني الصحة وعافية وطولة عمر يا رب يدومه. اللهم اجعل بيت خير وبركة ورزق يا رب. هاي البادروس روم، الصالة. تمام، هواي لازم شغلات اشتريها كلش هواي. طبعا التلفزيون مالي، هاي بعض الشغلات مالاتي جبتهم. هاي البادروس روم كلش كبيرة، ببالي هواي شغلات، هواي تخطيطات، هواي فيكات راح تشوفونها بالصالة، وهواي تصميم. يعني عندي تصميم ببالي صار شهر اشتغل عليه، شهرين. تمام، طبعا انا الشقة ماخذها قبل شهرين، بس كنت ضامم هذا السر عليكم، ما حبيت اقول حقيقة الا قبل شهر او شهر ونص رحت للتريانجل وقلت لكم عندي مفاجأة لكم، اكو شغلة لازم اشتريها. طبعا رحت اشتريت كراتين. هاي الكراتين انا لامهم ومشيسهم تقريبا صار اكثر من شهر. تمام، هاي كلها شغلات المطبخ اللي هي بهارات ومواعين وهيك اشياء. تمام، عندي بعد، عندي هاي الحديقة ايضا، شوفوا هاي الحديقة مسيجة، اللي هي خاصة بي بشقتي فقط، بقولها مسيجة على مدار شقتي فقط، والدخول لها من باب شقتي، اللي هو عندي باب ثاني خلفي. ذيك غرفة النفايات تكرمون، وأيضا ذيك مكان مال الشوي، هاي الشواية الصفرة بقولها، جريل وكراسي، بعدين أراكم إياها. يعني راح تشبعون سنابات شوي، تشبعون. أوكي، كل ويكند جمعة وسبت واحد راح تقول تلقون. أول ما أدخل على الشقة، هذا الكليدور، من الغرفة، غرفة النوم، هذا الميز مال العطور والساعات وهاي الشغلات الحبشكلات. هذه غرفة النوم.
هذه بس القماص والجاكيتات مخليهم هنا بالغرفة. غرفة الملابس عندي خاصة. من عند الغرفة هذا المدخل الكليدور كلش واسع وحلو. هذه غرفة الملابس هسه اشوفكم اياها. وهذا الحمام. ادخل الحمام. هاي الحبشكلات. الحمام حلو وواسع. هذه غرفة الملابس. بس الملابس مرتب يا جماعة. هاي الزاوية شوفوا. هاي الأحذية أجلكم الله. هذه جنطة السفر. هاي الغرفة صغيرونة وخاصة بس بالملابس. هنا القمصان، بناطيل، الجاكيتات، الستر. وعندي بالغرفة المنام اللي هي بس قماصل والكودات. تدخلون الكريدور. شفت اول ما دخلت الكريدور عندي منها الحمام وعندي منها غرفة المنام راوتكم اياها. هذه غرفة الملابس. وهنا حبيب روحي حبيب عمري مطبخي الجميل مكاني المفضل. هاي الحبشكلات الميز الطعام. طبعا ما عندي ضيف بس هو دائما هالشكل. الشباك مسوي عليه القهوة والثلاجة والميكرويف. هنا الميز الطعام. طبعا ما عندي ضيف بس هو دائما هالشكل يعني مرتب. هذا الميز الطعام. من عند الشباك مخلي مال القهوة والتحميص الخبز والخلاط. هاي على الشباك. طبعا اكثر شيء احبه بالبيت هو المطبخ. كلش احب المطبخ ومعتني به بشكل لا يصدق. فدائما اهتماماتي تكون، انا اهتماماتي بكل البيت بس المطبخ كلش هواي احبه. هذا المطبخ الطباخ والسينك. طبعا شقتي الجديدة الحمد لله انه انا اول شخص اسكن فيها. اليوم حبيت اراويكم المطبخ والبيت كله. مقابل المطبخ مباشرة اللي هي الصالون. احنا بالعراق نسميه الهول الصالون. هذا الصالون. طبعا كاتم الصوت لانه راح يكون بحقوق نشر ربما يأثر على الفيديو الصوت، فلذلك انه قطعت الصوت الموسيقى. وهذا الصالون. طبعا قاطع الصوت مال الموسيقى حتى انه ما يكون يأثر على الفيديو ويصير بحقوق نشر وهاي الشغلات. عندي الطاولة، طاولة الصالة، وهذا الطخم. طابق أول، فهذا الشباك على الشارع مباشرة مثل ما تشوفون الناس. أحب الشموع مو بيدي رومانسي يا جماعة. يقول لك العزابية مو مرتبين ومو نظاف. ليش عمي ليش؟ شنو هالتهمة هاي الباطلة عمي؟ تهمينا بيها؟ هذا الترتيب والشغل المعدل. هذا مكان لوحات. خيال ما التليفون طلع.